الفنون البصرية في مجملة تستطيع أن تغير في كثير من هداية الناس، في كثير من مفاهيمهم، ولكن تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى الإيمان من الفنان. دعونا أخوتي التشكيليين من الوقوع في براسن الاستلاب الغربي لوجداننا. الغرب استلب فينا كل مفردات الحياة التقنية، لأنه يمتلك هذه المسألة وهي حاجة إنسانية، لكن أن يستلب وجداننا الذي يفتقده هو، لأنه نحن وجدا أكثر ثباتا وقدرة على التفاعل مع الحياة. هذه دعوة أن نهتدي ونضع وادي النيل نصب أعيننا ولننظر إلى هذا التاريخ ونتجاهل تماما الأسلوب الغربي في مفاهيم الاستلهام، فنشوه مفردات ثقافتنا، نشوه مفردات تاريخنا وثقافتنا الشعبية. لا، احنا يجب أن يعني نتخذ من الفنون الشعبية ما يمكننا من المساهمة في عصر العولمة بمفردات ومفاهيم ذات معنى وشأن تستطيع أن تؤثر على الفنان الإنسان في كل بقاع الأرض. السلام عليكم. أحب ألقي التحية بلغة أهل السودان جميعا موحدة في حبابكم 10. حبابكم 10 من جنوب الوادي، من السودان أرض الصنف، إلى أهلنا في شمال الوادي طيبة المباركة، أهلنا في المنيا في تلفزيون القناة 7. أحب أعرف نفسي بشكل يعني مستعرض، لأنه جزء من تقييم الفنان نشأته. أنا نشأت اتولدت في مدينة الخرطوم، ونشأت صبا وشباب في مدينة بورسودان، حيث تلقيت التعليم الابتدائي والأوسط والثانوي على شواطئ البحر الأحمر، وكان عشقي هذا البحر. أكملت دراستي ثم عملت بالتدريس في المرحلة الابتدائية، ثم بعثت إلى الخرطوم لدراسة الفنون الجميلة. نشأت في مدينة بورسودان صبي
وشاب بل وطفل أكثر من ذلك فقد كنت أعمل بالتمثيل، وكانت هوايتي المفضلة أن أكون ممثلا، واشتهرت بهذا في مدينة بورسودان، وده حيكون عنده أثر فيما أنا عليه الآن في خواتيم حياتي. ذهبت إلى كلية الفنون الجميلة، تلقيت التدريب الأكاديمي المتواصل، وعشت أجمل أيام حياتي، وتبلورت أفكاري ورؤاي لكل موضوعات الحياة. هناك في كلية الفنون الجميلة كان البدء لعادل كبيدة الإنسان والفنان، لأنه فعلا تمحورت حياتي في منهج أعتز بأنني تتلمذت على أساتذة وفنانين أجلاء شكلوا الرعيل الأول والثاني للتشكيل السوداني. الحقيقة الدائرة اتسعت في دراسة الفنون، لأني اشتغلت بالمسرح والمسرح القومي في الخرطوم، هذا الهوى الثاني لي، لكنني انتقلت من الممثل إلى الديكور أو ما يسمى الآن بالسينوغرافيا، فعملت في مجال المسرح في السينوغرافيا طوال فترة دراستي للفنون الجميلة في الخرطوم. تخرجت، ثم كانت الرغبة في المزيد من العلم الأكاديمي ومن التجربة الإنسانية، وكانت الهجرة وكان السفر إلى بقاع أوروبا التي ما استسقتها يوما، واحتضنتني مصر، القاهرة احتضنتني، وكنت أعيش في حضن حواريها، في السيدة زينب، في سيدنا الحسين، في الجمالية، في الغورية، في كل هذه الحواري، عاشقا لهذا التاريخ الإنساني، أستقي التجربة وأنهل من معينها، وتصور خيالي امتد إلى أن ترك أثره في فني. حناقش فعلا تأثير مصر علي كفنان في بعض الأعمال التي تؤكد تأثير المكان على الفنان، والبيئة التي يتعايش معها الفنان كيف تؤثر على عمله ونتائج ما يقدم من أعمال. الحقيقة في هذه الرحلة من ميلادي وحتى قدومي إلى القاهرة مررت بتجارب إنسانية ذات معنى لها تأثير في حياتي، فقد عشت حالة من التمرد وأنا طفل وأنا صبي، أخالف ما يأتي به الأوائل دائما، وكانت علاقتي مع الوالد رحمه الله أكثر المواجهات سخونة وخطورة. جئت للماجستير في القاهرة، وأضفت ما أراه في بحث أسميته القيم الجمالية في الفن المصري القديم، فكانت مسار رفض من الدكتور المسؤول عن مادة تاريخ الفن المصري، وكان أن يلقى دراسة الماجستير بتاعي لولا تفهم عميد الكلية لما أتيت به أنا
من إضافة للإيجيبتولوجيست أو علماء المصريات نقطة في جمالية التصميم لم تكن في حسبانهم. وكان لابد أن أنتمي إلى بلاد السمر، إلى جنوب أفريقيا، إلى الجنوب الأفريقي بشكل عام، جنوب الصحراء. فكانت دراستي حول الفنون الأفريقية التقليدية وأثرها على التصوير السوداني المعاصر. أما التقليدية هنا فهي تعني الصناعات الحرفية أو اليدوية كما يحب أن يسموها الآخرين، والتي أتيت بما يجزم خطأ هؤلاء في نعتهم لمثل هذه الفنون التي استغوا منها كثيرا من معارفهم البصرية وعملوا على، بل أصبحت إحدى أهم المدارس الحديثة ما يسمى بالأعمال التركيبية، وهي أعمال ذات طابع أفريقي وتلقائي من فنان. وهنالك كان الحوار، وكان لابد من دعم المعرفة ببعض الأكاديميات في مجال الفلكلور، فكانت دراستي في أكاديمية الفنون قسم الفلكلور كدراسة أكاديمية تدعم مواقفي أو رؤايا الفكرية حول بحثي في هوية الثقافة السودانية، هل هي ثقافة عربية أم ثقافة أفريقية. واستمر هذا البحث أكثر من 5 سنين، استطعت خلاله بالدليل المشاهد والثقافة المادية أن أثبت أننا أصحاب ثقافة ذات عمق تاريخي وقدرة على الحوار ورؤية واستشراق مستقبل. فأسميتها أنا شخصيا بالثقافة السوداوانية، لأنها تمتلك عناصر الثقافة التي تقوم بذاتها، وهي ليست هجين بين الثقافة العربية والأفريقية، وليست أفريقية الصرف، وليست، بل يشترك سكان أفريقيا التشكيل الإنساني العالمي. أنتقل من النقطة دي إلى نقطة ما قدمت أنا من فن. رسمت كما يرسم الفنان الأكاديمي بمعرض المفردات والإمكانيات في الرسم، وانتقلت إلى البحث عن ما يميزني أو ما يخلق الفنان ويستطيع أن يؤثر به على الآخرين. فكانت انطلاقة كاملة على بحث عملي وفكري ونظري حول الخروج من أزمة الاستلاب الثقافي التي نعيشها كدول عالم كما يسمونها الثالث. بدأت بتجربة سميتها تجربة تشكيلية خارج الإطار، رافضا للأطر التي زرعت أو بنيت على دوائر مغلقة لا نستطيع أن نتخلص منها حتى نستقل عالمية. ثم الإطار البصري. لماذا تمردت أنا على الإطار البصري؟ لأن الإطار البصري هو ميلاد ثقافة تشكيلية غربية تأملية، القيم الجمالية عندها تأملية. عاش الإنسان الغربي فترة طويلة من عمره لحد ما أصبح في هذه القيمة التأملية لقيم الجمال عنده، ونحن في عالمنا ما زلنا نرتبط قيم الجمال عندنا بقيمة النفعية عندنا، ومش عندنا بس. بالمناسبة في عصر الإنسان بمجمله
والإشارة إلى ذلك تتأتى في أن لما نستمتع الآن ونقدر أعمال أجدادنا وأسلافنا في مصر القديمة، في الهند، في الصين، في المكسيك، في كل حتة، في أوروبا حتى، عصر النهضة وما قدموه فناني عصر النهضة. ليه نحن نمجد في هذا العمل ونعتبره الركيزة التي نبني عليها؟ أنا بفتكر لأنه ارتبط بقيمة نفعية وقداسة. عندما يرتبط الفن بالقداسة تزيد قيم الجمال فيه بدرجة عالية جدا وتبقى أكثر عمومة عند الناس. لذا كان لابد من أن يكون هنالك موقف من الإطار، لأنه لا يعنيني أن أحقق لا يعنيني أنه، أو أعتقد أنه لا يحقق علاقة بيني وبين من أنا منهم أصلا. فلأن الفن عندي يقوم على 3 حروف جر، من وعن وإلى. أنت من هذه الجماعة، تعبر عن هذه الجماعة، لابد أن يعود العمل إلى هذه الجماعة، وبالتالي الإطار ليس من ثقافة هذه الجماعة. طيب كيف يكون الأمر؟ كان فكرة، اكتملت الفكرة من البحث عن الفن خارج الإطار إلى فكرة إعادة الحوار مع الوسيط الشعبي. لابد من إعادة الحوار مع الوسيط الشعبي، بمعنى أنه كل الحياة في محيط الإنسان هي مسرح تعبيري لكل انفعالاته ولكل أفراحه وأتراحه. في البكاء يلبس أزياء محددة، يرسم رسومات في أفراحه، يعبر عنها في كل مساحة. في الفراغ عنده ليس له فراغ إلا وقد ملأه تعبيرا عن حالته. وبالتالي كل هذه المساحات التي يشغلها الفنان الشعبي هي هدف من أهدافي، أن تكون مسرح لمعاصرتي كفنان معاصر، أمتلك من عناصر الفن والفكر الإبداعي ما يؤهلني أن أعيد الحوار مع هذا الوسيط. أنا نقديا أقسم منتجي الفني من خلال الوسيط، المادة أنا بشتغل بها، أكثر من ما درج عليه النقاد في الأسلوب أو في اللون وخلافه. لأنه أنا بفتكر أنه المادة اللي أنا بشتغل بها هي أهم عنصر في الحوار، وهي المحاور الحقيقي وليس الموضوع. يعني عندما يأتي الفنان بموضوعه وفكره ويسعى إلى ترجمته، هذا الفكر هو الذي يختار الوسيط. أحيانا أنت تطرح موضوع وفكرة معينة لا تصلح أن تكون، أو هي نفسها ترفض أن تكون عبر الألوان المائية أو أن تكون عبر التشكيل عموما. يعني ممكن تكون حالة وجدية شعرية فتكتب. يعني هذا الوسيط هو
الأقدر على صناعة العمل الفني، وهو له يد طولة في الحوار. يعني عندما تحاور الفكرة عبر الفنان الوسيط، هو بيبعث رسائله وإضافاته حتى يكون له وجود فأنا بقسم أعمالي حسب المراحل، حسب الخامة أو الوسيط اللي أنا بشتغل فيه. وأنا في المرحلة الأخيرة أو قبل الأخيرة أنا اشتغلت بعدد من الوسائط، منها الدراي باستيل، وعنده متعته الخاصة وبالتالي نتائجه الخاصة. وبعدها اشتغلت على الأكليريك، وكانت مادة بعيدة عني لأنه معظم أعمالي كفنان من الجيل القديم تعاملنا مع ألوان الزيت بشكل أساسي، والأكليريك أكثر حداثة من الألوان. المهم أنه في كل هذه المراحل الموضوعات بتختلف حسب الحالة، ولتكن فنان صادق تتدفق حالتك على مساحات التوال أو الورق أو خلافه بحرية شديدة جدا وبتداعي غير واعي، تستطيع أن تحقق مصداقية عند المتلقي لتخلق حالة التواصل اللي خلق من أجلها التشكيل المعاصر. أنا لم أكتفي، وإن كنت فنانا تشكيليا اكتشفت ذلك عبر المسرح، واكتشفت أنه أنا نحاد بارع عبر السينما. السينما موضوع حديث بالنسبة لي. أنا اشتغلت في المسرح بعمقه فترات طويلة، ساهمت في مهرجانات دولية، مثلت مصر في مهرجان سيلفانيا الدولي بمسرحية نورا وللمخرج الله يرحمه صالح سعد، ولي مشاركات في المسرح في القاهرة مسرح الطليعة، واشتغلت مع عدد من المخرجين والممثلين. لكن السينما كانت حديثة، هي التي اكتشفت أنه أنا أمارس النحت، وأصبح عشق آخر لم أكن أحسب له حساب. فدخل الحجر الجيري إلى حياتي من كل أبوابها، وقدمت مجموعة من الأعمال لم ترى المعارض الخاصة حتى الآن، لكنها تخصني داخل الاستوديو. الحقيقة بين هذا وذاك أكثر من 45 سنة في عالم التشكيل، ساهمت بعدد كبير من الكتابات في مجال النقد الفني والمقابلات التلفزيونية والإذاعية، وصممت عدد كبير من الكتب أغلفة أو إخراج الكتاب بشكل كامل، وساهمت في معارض خاصة أو قدمت معارض خاصة، وساهمت في معارض جماعية، ونلت عدد من الجوائز العالمية. أهمها كانت جائزة بنالي القدس الدولي، كانت سيمبوزيوم الأقصر الدولي، وهناك التقيت بسيدي أبو الحجاج، وكان موضوعا لم أنعتق عن حباله حتى الآن وأقع في أسره. كان يشغلني بفكر صوفي هو جزء من ثقافة أهلنا في السودان، وهذا الزاهد المتصوف بمريدينه وضريحه وقدرته على خلق هوية بصرية للإنسان المصري، فتزاوج
أو معبد مصر القديمة، معبد الأقصر، مع مئذنة وقباب سيدي الحجاج وأنقاض كنيسة مسيحية. يعني لك أن تتصور أنه أنت يعني تحس بالتزاوج بين هذه المعابد الثلاثة في رؤية بصرية واحدة كان إلهها هذه المأذنة من عمقها الوثني الكامل. سيدي أبو الحجاج أسطورة حقيقة، أكثر أثار فيها الأسطورة أكثر مما يثير فيها الحالة الاستشياخية التي أعيشها مع شيوخي في السودان، لأنه هو مارس حالة أسطورية حقيقية منذ ميلاده في القرن السادس الهجري في العراق، ثم انتقاله إلى مكة والمدينة، ثم الإسكندرية، ثم الأقصر وطنطا، باحثا عن أساتذة أجلاء وعلماء في الفقه والدين، ثم يعني هاتفه هاتف أن يرحل إلى الأقصر، وكانت طيب الإقامة وطيبة قبل أن تكون الأقصر. تجربتي الحياتية في مصر حفزت أنا ابن السودان ابن جنوب الوادي في الرغبة الشديدة في أن نكسر آخر قيود الاستيعاب حتى ولو كان على المستوى الشخصي. هذه الحدود التي بنيت أو التي أشير إليها في ساي سامبيكو وقسمت المنطقة، منطقة حضارة وادي النيل، إلى قسمين: شمال وجنوب، مصر والسودان. هذه المسألة تثيرني حقا، وأسعى في كل محفل وفي كل تجمع فكري فني أن أعيد إلى أذهان الناس أننا أبناء حضارة وادي النيل. ومن هذا المنطق أنا اختلفت مع الفنان إسماعيل باقر حول أثر الحضارة المصرية على فنوني، وأقول إنها حضارة أرض وادي النيل، وأثرها كبير جدا في أعمالي التشكيلية وده يقودنا إلى نقطة مهمة جدا أنا أبحث وما زلت أبحث فيها، هي عن مفهوم الاستلهام. النهارده نحن نقع تحت دائرة أننا نسيء إلى الموروث بتاعنا، نسيء إلى تراثنا دون أن ندري أننا نسيء. فنحن نستلهم، أي نأخذ المنتوج البصري لثقافة جماعة في المنطقة ونعيد صياغتها على التوال ورسمها على التوال والمفردات التشكيلية الأخرى، وهذا يعني اقتباس. وهذا يعني نحن نشوه الحقيقة عندما أخذ وشم من صدر امرأة وهو له منطلقات محددة ورؤية خاصة قد تصل القدسية ليرسم في هذا المكان، فتأتي أنت وتخط في التوال يعني وتدعي الانتماء. أنت تسيء إلى هذا الموروث، يجب أن نحافظ عليه، يجب أن لا نقترب منه، لكن من حقنا أن نستنهد المضامين بتاعته. شكرا أخي إسماعيل، فقد أمتعتني بهذا اللقاء والذي تحدثت فيه، وإن كان باقتضاب، إلا أن هنالك الكثير الذي يمكن أن يقال.